السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجة عايزة اشكركم على الكومنتات بتاعتكم الجميلة اللي بتحمسوني بيها وبتحفزني خالص والله. ربنا يخليكم ليا يا رب. النهاردة بقى عاملين لكم كبدة اسكندراني كده على اصولها وشوية تحابيش كده جنبها. هنبدأ الاول بالحاجات اللي جنب الكبدة، والكبدة اخر حاجة. اول حاجة بابا غنوج، حطيت بتنجان كده على النار اتشوى زي ما شفتوا على صاجة على البوتاجاز كده، ومعاها قرنين فلفل، بس طبعا الفلفل بيتشوى قبل البتنجان، ما نسيبهوش كتير على النار عشان ما يتحرقش. وبحطهم كلهم في كبة كده مع بعض. انا مسرعه الفيديو عشان ما يطولش عليكم. حطيت البتنجان والفلفل وحطيت طحينة وحطيت كزبرة وكمون وملح. بابا غنوج ده طلع جميل قوي يا جماعة بالفلفل المشوي ده، تحفة بصراحة. والحاجات دي بتبقى جنب الكبدة مطلوبة جدا يعني. وهزينه بشوية فلفل كده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. استغفروا وصلوا على سيدنا محمد. طول ما احنا بنعمل الاكل كده يا جماعة بنستغفر كده ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك لنا كده في الحاجة اللي بنعملها وتخلص بسرعة وتبقى سهلة علينا ان شاء الله. وهزينه بشرايح ليمون كده. وهنا هعمل حاجة اسمها فلفلية، انا بسميها فلفلية. هي فلفل بصلصة كده، اللي هو مش صلصة طماطم حتى متقطعة. وكنت بحمر بطاطس على النار. الفلفل بديله تشويحة كده في شوية زيت لحد ما يدبل ويبقى خلاص قرب يصفر كده. مش بحمره قوي، بقوم حاطاله فصين توم مفرومين واقلب كله مع بعضه، مش عايزه التوم يحمر ولا حاجه. وبعدين هنزل عليه بشويه خل بيديله افكت حلو قوي. وبعدين طماطم متقطعه صغير كده بنزل بيها. وهو بحط له بقى كزبره وكمون وفلفل وملح. لا فلفل، لا كزبره وكمون وملح. وبغطي عليها اسيبها يا دوبك بتاخد غلوتين بس، وبطفي عليها وحطيتها على العين الصغيره. وحطيت هنا طاسه فيها شويه زيت عشان اعمل الكبده. والتركه الحلوه بقى يا جماعه، حته ليا كده تتقطع صغير زي ما انتوا شايفين ونزلتها في الزيت. ده بقى سر المحلات وسر العربيات اللي بتبقى ريحتها قلب الشارع. حته الليا دي بتودي الكبده في حته تانية خالص. احنا يا جماعه في اسكندريه ما بنحطش بصل خالص على الكبده. في محافظات تانية بيحطوا بصل، احنا لا ما بنحطش بصل خالص. بسيبها كده يا دوبك في الاول تاخد صدمه كده، ما اقلبهاش وبعد كده اقلبها. وبعدين بحط لها 3 فصوص توم مفرومين. برضو اللي مش عايزه التوم يتحمر بشوحه كده مع الكبده. وبعدين هديلها شويه خل الاول. البهارات بتاعتي كمون وملح وفلفل اسود وشويه بهارات من السبع بهارات، وبعدين شويه خل. وفي اخر حاجه خالص لما خلاص تقعد على النار تتشرب وخلاص ما يبقاش فيها ميه خالص، بضيف الفلفل، لان ما مش عايزه الفلفل يدبل جامد، يبقى بيقرش كده مع الكبده. وبعدين بعصر ليمونه يا دوبك بس مفيش دقيقه، اقلب الفلفل تقلبتين وخلاص على كده اشيلها من على النار. وبس كده خلصت معايا. وهنا بغرف الفلفليه بتاعتي، فلفل بطماطم كده جميل قوي. وفي يعني قرن سبايسي شويه للي حابب، والكبده برضو عليها قرن سبايسي. ويا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف عليكم. ولو عجبكم الفيديو ادوني لايك بقى حلو زيكم كده وكومنت واشتراك في القناه. تسلمولي يا رب يا احلى اخوات في الدنيا. وصلى اللهم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بحبكم جدا، مع السلامه.